أستغفر الله. أرباح في السنة ليه؟ في السنة الرابعة. وبعدين الأرباح ما تكونش محددة سلفا بنسبة في رأس المال. يعني لو قلت لي أنا هديك 100,000 تديني 20,000 كل سنة، حرام. ليه؟ وارد إن أنا أخسر، وارد إن أنا أكسب 20 بس يبقى أنت خدت الفلوس وأنا طلعت براءة، وارد إن أنا أكسب 10 وأحط من جيب 10 وأديك زي ما بيحصل في البنك، وارد إن أنا أكسب 100 يبقى أنا العامل آخد 90,000 وأنت صاحب تاخد 10 يبقى ظلمتك. أمال الحلال إيه؟ أديك نسبة في الربح، أقول لك ليك نص الربح، ليك تلت الربح، ليك تلتين الربح، طالما اتفقنا وتراضينا خلاص. بس نص الإيه؟ مش رأس المال، نص إيه؟ الربح. الربح ده غيب لا يعلمه إلا الله. كسبنا 10 أنت 5 وأنا 5، كسبنا 100 أنت 50 وأنا 50، ده حلال. هتاخد نص إيه؟ الربح. طب فين الربح في السنة الأولى؟ مفيش. في السنة الثانية مفيش. في السنة الثالثة مفيش. هتبتدي الأرباح إمتى؟ فلغة العقل والدين والشرع بتقول إن النسبة المحددة حرام شرعا، وإن حددت لي النسبة في الربح نص الربح أو ربع الربح لما أربح، والربح هيبتدي من السنة الرابعة يبقى أولى وثانية وثالثة حرام. طب إيه اللي بيحصل يا مولانا؟ وده دين ولا مش دين؟ فيما أحدثك، وظيفتي أن أحدثك عن الحلال والحرام، وظيفتي أن أنبهك للحلال لتفعله وللحرام لتجتنبه. فإن كان الحرام الذي تأكله يوافق هوى عندك فهذا أمرك. أما أهل العلم فوظيفتهم أن يبينوا الحق للناس، وإن كانت الغالبية على باطل لا تخشى الله تدلس على خلق الله فليس هذا ذنبا لنا. وليتكلم الناس بالعلم لننبه الناس للحق لنحذرهم من الباطل لا لنعمم الباطل. إن لم يعجبك كلامنا فاسمع لأهل الباطل واتبعهم، هذا أمرك. أما وظيفة أهل العلم فبيان الحق لأهل الحق ولطلاب الحق. من طلب الباطل فليرحل إليه، اسمه على نفسه. أما نحن آلينا على أنفسنا أن نبلغ خلق الله الحق الذي علمنا إياه الله. من خاف فليرحل، من يخشى غير الله فليرحل. في دنيا الناس الذي يعطيك أرباحا مقدمة قبل أن يعمل نصاب، لم يعمل ويقول لك هذه نسبة أرباح، وفي السنة الثانية لم يعمل، هذا نصب. لكن هو سيعطيك من أين؟ سيعطيك من قناة السويس القديمة. قناة السويس ملك للدولة، أموالها ترحل إلى الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين. حينما نعطي أصحاب 60 مليار أرباحا من قناة السويس القديمة التي أموالها لفقراء مصر ولأرامل مصر ولمحتاجي مصر، نأخذ أموال الفقراء نعطيه للأغنياء الذين أخرجوا 60 مليار. هي منظومة ظالمة غاشمة، الفقير يزداد فيها فقرا والغني يزداد فيها غنى.